الضغط لما اتنقل لنادي الزمالك بالظبط كده. نادي الزمالك ورينا بقى هيعملوا ايه في الضغط بقى، هيغرزوا. كابتن مهيب هو قال هيغرزوا. نقطة ما حدش قالها في مصر. طب حلو يعني انا بحييك يا شريف، ممكن انا ارد عليه بقى الجمله اللي انت شكرا يا قلتها، كابتن مهيب. لان ما شفتش واحد في مصر قال. ممكن ارد عليه بقى. انا ما ينفعش اقول. انت عارف هم بداوا يخافوا امتى؟ ممكن ارد على شريف. عارف بدأوا يخافوا من اتكلم في نقطه من ماتش مهمه. الجونه، الزمالك بدأ ركبه تخبط في بعض. عارف ليه؟ يا ابني خبطوا في بعض يا ابني، اللعيبه ما بتاخدش 3 شهور ما بتاخدش فلوس. هي دي مشكلة شماعه، كسف على نفسك دي شماعه، دي يا شماعه. ابني انت كنت لعيب كوره، اللعيبه دي ابطال. مهيب لو كانوا نسمع كسبوا الماتش، لو كانوا كسبوا الماتش كانوا هيقولوا فلوس، كانوا هيقولوا دول ابطال وطلعوهم السما. دلوقتي عشان خسروا هنبدا بقى نطلع ايه؟ اصل جون ادوارد يا حبيبي، اصل الفلوس يا حبيبي ده واقع. استنى بس، اصل ما بيقبضوش. اللي انت لو كنت كسبت الاهلي كنت هتقول فلوس، لو كنت كسبت الاهلي كنت هتقول فلوس. انت بتتكلم في واقع لاعب. اقول لك على حاجه، احكي لك على موقف يا كابتن مهيب. خد الاهلي لما كسب ماشي اتفضل. امبارح لعيب في نادي الزمالك كلمني. كلمك ليه؟ صاحبي. ماشي. صاحبي زي ما انت ليك اصحاب، انا ليا اصحاب انا كمان. يا عم ما انا عارف يعني. اتفضل. كلمني فبيقول لي حاجه مهمه جدا. بيقول لي لو احنا بناخد نص فلوس النادي الاهلي ومن غير مدرب هناخد كل البطولات. دي مش مشكله النادي الاهلي. لو احنا هناخد نص فلوس لعيبه النادي الاهلي ومستقرين ماليا، ودي برضه بوجهها لمجلس الاداره، ومستقرين ماليا وبناخد نص الفلوس اللي لعيبه النادي الاهلي بتاخدها ومن غير مدرب، لا طب ما في نادي الزمالك ياخد كل البطولات. لبسوهم احمر وخلاص. فانت بالتالي اسهل من كل ده. لبسهم احمر ده لا شرف لاي لاعب يلبس تيشيرت الابيض. بس تقول كلام مش يلبس منطقي في تيشيرت الكوره. نادي الزمالك. انا بقول موقف حصل معايا، مش بوجه لك انت الكلام. كلام مش انا منطقي بوجه خالص. الكلام للكابتن مهيب. لا بس بتكلم على موقف. خلي يعني بالك. ايه نص الفلوس؟ معلش بس خلي بالك، الزمالك فريق كبير. أيوة الزمالك فريق عريض. طبعا. ايه لبسهم احمر؟ تيشيرت أيوة. لا يعني لو هو بالمنظر ده ايوه بالظبط. هو خدها بس بمحمل الكويس ان هو يلبسوا بقى تيشيرت الاهلي لما هم بيقولوا احنا نص. لا يا لعيبه نادي الزمالك، زي ما انا قلت في الانترو على النادي الاهلي، انت تيشيرت النادي الاهلي ده لوحده ليه قيمه، نفس الوضع لتيشيرت نادي الزمالك. معلش انا عارف ان عليكم ضغوط كبيره بصراحه، والواحد مقدر اللي انتوا فيه وانتوا ابطال، والزمالك اللي فيه دلوقتي دي حاجه كويسه جدا. ده كلام محترم. وجماهير نادي الزمالك اوعوا تزعلوا، الزمالك طول عمره بيمر بضائقه ماديه، ومش هتكلم على الفلوس تاني لان انا جالي تليفونات كتير جدا. انا جالي تليفونات كتير جدا ما بين، يعني بلاش نتكلم في الازمات الماليه، بس هو ده امر واقع. كابتن مهيب، رد فعل جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بعد الماتش كانهم خدوا كاس عالم الانديه. ايوه عشان كسب الزمالك على فكره. اذا كسب الزمالك يبقى الزمالك جامد طبعا. ما تجيش تقول لي البس احمر. عمر الزمالك ده اهم ماتش في الدوري يا دكتور. ما طول عمره منافس الاهلي الزمالك، ما ده ديربي العرب يا جماعه. ما الزمالك ديربي افريقيا يا جماعه. الزمالك انت بتتكلم على مين؟ طيب الزمالك حاجه كبيره. الزمالك التيشيرت الابيض ده حاجه عظيمه.